بيان إلى الرأي العام العالمي. تمارس دولة الاحتلال التركي بكل الوسائل والأفعال اللا إنسانية العنف ضد المرأة الحرة والسياسيين والبرلمانيين، وخاصة للمرأة الحرة التي تقف ضد الذهنية السلطوية والتي دفعت أرواحهن في سبيل تحرير المرأة من العبودية، وتنديدا بالسياسة التعسفية التي تنتهجها الدولة التركية بحق النساء في روج آفا وباكوري كردستان، واعتقالها الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن. نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة ندين ونستنكر بأشد العبارات اعتقال المناضلة ليلى كوفن من قبل الفاشية التركية. وتضامنا مع المناضلة ليلى كوفن، نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نرفع صوتنا لإيصاله إلى العالم أجمع حيال الاعتداءات والممارسات التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ضد الناشطات والبرلمانيين والسياسيين المنافي للحقوق الإنسانية وحقوق المرأة التي تكافح سياسيا. وسنرفع من وتيرة النضال ونقاوم في وجه انتهاكات الدولة التركية بحق النساء السياسيات. وهذا الاعتقال يعد الاعتقال الثاني للسياسية ليلى كوفن. وخلال الاعتقال الأول لليلى كوفن أعلنت حملة إضراب عن الطعام ضمن السجون بدعم ومساندة كافة النساء المعتقلات وأن نساء حريتهن، وتحرر كل مناطقنا من المحتل، وإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان والمعتته. كون حرية القائد مرتبطة بحرية المجتمع وشحوب التواقع للحرية التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها. ونحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نناشد في ختام البيان كافة النساء في عموم كردستان الانضمام إلى طريق السياسة والمقاومة للحد من انتهاكات وهجمات الدولة التركية. كما نناشد المنظمات الحقوقية والدفاع عن الحريات القيام بالواجب الملقاة على عاتقهم ووضع حد للانتهاكات التركية والاعتقالات التعسفية بحق عموم النساء والسياسيين في باكوري كردستان وشمال وشرق سوريا. عاش القائد آبو يسقط المحتل التركي، عاشت المرأة الحرة. مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة. جنجيانا آزاتي، جنجيانا آزاتي، جنجيانا آزاتي.